لما الجزار يديكي سر صنعته في عمايل الحواوشي الاسكندراني او في خلطة الحواوشي الاسكندراني بتكون هي دي النتيجة. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني بطريقته البسيطة جدا الكلاسيكية جدا بدون اي افتكاسات. بالنسبة لي المحبب والمفضل هو الحواوشي الكلاسيكي جدا بدون اي اضافات تانية. بس اول حاجة نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونقول بسم الله. اول حاجة هنا هنعمل عجينة الحواوشي. عندي هنا في حلة العجان نص كيلو من الدقيق الابيض. تمام. هضيف عليه هنا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هضيف كمان معلقتين كبار من السكر الابيض العادي الحبيبات. بعدين هضيف معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، وابتدي اقلب المكونات الجافة دي مع بعض. تقدري طبعا تعجني بايديكي بكل سهولة. هنا كان عندي مصل حليب او شرش حليب مصفية منه القطع الصلبة اللي فيه، وحبيت اعجن بيه الحواوشي بتاعي. طبعا لو ما عندكيش تقدري بكل سهولة تعجني بالمية. تمام. بس انا حبيت اعجن بمصل الحليب او شرش الحليب عشان طبعا كله فوائد. العجينة هنا بتاعتي اتعجنت تمام زي ما انتوا شايفين. انا هنا عايزة عجينة طرية بس مش بتلزق خالص زي ما انتوا شايفين كده. تمام. عجينتي اتعجنت كويس قوي وكمان مش بتلزق خالص وفي نفس الوقت طرية. هحطها هنا عندي في حلة العجان. بعدين هغطيها بكيس واسيبها لغاية لما تختمر معايا. في الوقت ده بقى هبتدي احضر خلطة الحواوشي معايا. تمام. عندي هنا خلطة الحواوشي نص كيلو من البصل، 8 كيلو من الفلفل الاخضر، وكمان قرن فلفل حامي. تمام. طبعا الحواوشي لازم يبقى مشطشط عشان يبقى طعمه حلو جدا. هحطهم عندي كده في الكبة وابتدي ان انا افرمهم فرم خشن زي ما انتوا شايفين كده معايا. اتفرموا معايا كده فرم خشن. هجيب بقى بولة عندي كده واحط فيها اللحمة بتاعتي. عندي هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، وطبعا يفضل يكون فيها نسبة دسم. تمام. يعني حوالي 20 او 25%. هنزل عليها بقى بخلطة البصل والفلفل. بعدين هضيف عليهم معلقة كبيرة من بهارات الحواوشي. هضيف كمان معلقة ونص صغيرة من الملح. كمان هضيف معلقة صغيرة ونص من الفلفل الاسود. وكمان هحط بقدونس مفروم، ده كان عندي في الفريزر. تمام. دي حوالي حزمة هحطهم عليها كده. تمام. بعدين هجيب هنا 3 معالق كبار من البقسماط المطحون، ودول عشان يمتصولي المية اللي في الخضار عشان ما تنزلش على العيش وتبوشهولي اثناء التسوية. تمام. هبتدي كده اعجنها بايدي كويس قوي لغاية لما المكونات كلها تمتزج مع بعضها. وبعدين هركنها على جنب. هرجع بقى للعجينة بتاعتي. هنا انا ما سبتهاش كتير تختمر لاني بصراحة كنت مستعجلة. هنا كانت اختمرت نص تخمير تقريبا. تمام. هبتدي بقى اقطعها كده لكويرات. الكويرة حوالي 100 جرام. لو ما عندكيش ميزان تقدري تعمليها قد البرتقانه الكبيره شويه. تمام. زي ما انتوا شايفين. طبعا ما احتاجتش دقيق ولا زيت ولا اي حاجه عشان افرد العجينه، لان ما شاء الله العجينه زي ما انتوا شايفين كده ماسكه نفسها ومظبوطه جدا معايا. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. هكورها بايديا الحجم اللي انتوا شايفينه ده. تمام. هعمل بقى الكميه كلها واغطيها بكيس مفتوح، كيس تلاجة مفتوح. هنا عملت خلطة الحواوشي بتاعتي برضو الى كرات كده عشان اسهل على نفسي اثناء الشغل. هاجي بقى الاول رغيف معايا. اخدت اول كورة كده من العجين، اول كورة سبتها تريح خالص، وبدأت ان انا اديها رشة بسيطة جدا جدا من الدقيق، وابتديت ان انا افردها كده على شكل دائري زي ما انتوا شايفين كده معايا. تمام. اتفردت كده معايا، سمكها بيبقى رفيع شوية. هبتدي بقى اخد كرة الخلطة وافردها كده على الرغيف. تمام. وتبقى طبقة رفيعة الى حد ما عشان الرغيف ما يبقاش مكبوس قوي قوي من جوه. تمام. انا بحب بصراحة اني اعمل انصاص ارغفة، ما بحبش اعمل ارغفة كاملة. بحب بصراحة الطريقة دي اكتر. تمام. هنقفلها كده الاول. هنضغط على الحروف بالطريقة اللي انتوا شايفينها معايا. بعدين بقى هديها التقفيلة العادية او التقفيلة المتعارف عليها للحواوشي زي ما انتوا شايفين كده.
بعدين اديله بقى ايه شوية تخريمات كده بالشوكة، عشان اللحمة اللي جوه دي مش مستوية، فانا عايزاها تستوي والبخار بتاعها يطلع من التخريمات دي، والعيش بتاعي ما يبقاش معجن من جوه. هنا فردت رغيف كمان زي ما انتوا شايفين كده سمكه رفيع، حشيته برضو بنفس الطريقة. بعدين هقفل كده عليه طبعا عشان نثبت المعلومة، هقفل كده كويس. بعدين هقفل تقفيلة الحواوشي المتعارف عليها. بعدين بقى هعمل الكمية بتاعتي كلها واحطها في صاج فرن، واكون في الوقت ده بسخن الفرن على حرارة 200 رف اوسط. هدخل الحواوشي بتاعي، انا ما بسيبهوش يختمر، يا دوب عبال وقت ما بشكل كل الارغفة، وادخله رف اوسط على 200 لغاية لما ياخد اللون الذهبي من تحت. بطفي من تحت واشغله الشواية، واول ما بيخرج بغطيه زي ما شفتوا معايا كده، وبيطلع بالطراوة اللي انتوا شايفينها دي. بجد ريحته كانت قلب البيت، طعمه حلو جدا، حاجة كده بسيطة سهلة، مقاديرها كلها موجودة في البيت. وبجد يعني بيرجعنا لأيام زمان لما كان أمهاتنا بيعملوا لنا الحاجات دي في البيت. تمام زي ما انتوا شايفين. والصاج كان مدهون عندي دهنة زيت بسيطة. تمام، بقصه كده بالمقص او بقطعه بالمقص زي ما انتوا شايفين كده مستوي من جوه. طعمه كان حلو جدا جدا. تمام زي ما انتوا شايفين كده، اللحمة مش كشة قوي، طري جدا. بجد لازم تجربوا الوصفة دي. هنا كانت بقى جزء من خلطة الحواوشي، فعملته كده في رغيفين بلدي وسويته على الطاسة، برضو طالع طعمه تحفة جدا، بس للأسف ما تصورش. يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم، وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة، وكمان تحطوا لي لايك وشير كتير. بحبكم جدا في الله، مع السلامة.